وشيء اسمه جناب الشيخ قاسم. شنو معنى؟ جناب الشيخ، قل جناب الشيخ قاسم، ما في اشكال على ان لا 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 لا. شوف هذا اللفظ عيب. المعمم يعني حضرة المعمم قل الشيخ جناب صفته شيخ، صفته شيخ، المعمم الشيخ وليس صفته شيخ يحمل صفة أستاذ وشيخ وليس أيها المعمم. عيب. لا حضرة المعمم قلت جناب. لا قل شيخ وليس حضرة. طيب شيخ وليس حضرة المعمم، جناب الشيخ الأستاذ قاسم الخطيب. طيب يعني المعمم أعلى ولا الشيخ أعلى؟ عزيزي صفته شنو؟ معمم. صفته شيخ. طيب ما هو معمم قدامي صورة ما يخالف، قل صفته شيخ. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة. سؤال البث، خلافة أبي بكر شورى أم بالنص؟ طبعا بالنص. بالنص يعني مو بالشورى؟ بالنص طبعا. تنصيب يعني مو شورى؟ تنصيب إلهي عزيزي، يعني ليست شورى؟ لا ليست شورى لأن الله حلو. يعني إذا ما جاوبتنا على النص ما تذهب إلى الشورى. ما في إشكال لأن الله تفضل أثبت لنا كيف إن خلافة أبي بكر بالنص مع الدليل. ممتاز. لأن الله تعالى قال ليس لك من الأمر شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ريت لو تعطينا تفسير هذه الآية من كتبكم. تفضل عزيزي. أنا أسألك وأنا أجاوبك نيابة عنك. جاوبتك لأن الله عاجز أنت يعني شنو؟ لا أنا قلت لك ليس لك من الأمر شيء. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي يا محمد كان محمد صلى الله عليه وسلم يريد عليا لكن الله أبى. تمام. وين هذا الكلام؟ وكتب الشيعة. جيد. وين بكتب الشيعة مولانا؟ الحين طلع لك. يلا. قل رواية جابر أبو علي. بهاي الرواية لكن الله علي هو السؤال. لا السؤال لا ثواني. لا هي يا رواية اللي لا نعرف الرد عليها ابو علي، نعرف الرد عليها يعني. مو قصة ترد، انا بدي اعرف يا الرواية ليس لك من الامر شيء. تفسير البرهان يعني انت تريد تنصيب علي والله يأبى ذلك، هكذا هي الرواية. قال الإمام الصادق كيف لا يكون له من الأمر شيء وقد أحال إليه كل حلاله وحرامه. فوض إليه. قال فكيف يا يعني ابن رسول الله ما تفسير هذه الآية؟ قال يعني كان رسول الله حريصا على أن يكون الأمر. جيد. الآن أنت ما دخلت حتى لكن الله أبى. خلي يعطينا الأخ المصدر. تفضل اعطينا المصدر والأخوة راح يطلعونه وياك ما في اشكال. ثواني. ابو علي اخ محراب بس طلعوا لنا المصدر اللي راح يقرا مدرسه الصحابه. تفضل. برهان في تفسير القران البحراني، هاشم البحراني. بس دقيقه. البرهان في تفسير القران، يا جزء يا صفحه. الاول صفحه 686. الجزء الاول صفحه 680 صحيح؟ 86. البرهان في تفسير القرآن. واني من يطلع المصدر؟ خلي أنا أطلع المصدر. دقيقة واحدة. يا الله. البرهان خليه يجيب على السؤال. هو السؤال الموجود أمامه تفسير. هو عود من هذا الجواب في تفسير. العلاقة بالإمام علي. هو خليه يجيب بالكتب مالته. الجزء الأول ماكو مشكلة شيخنا. الجزء الأول صفحة 686. يا علي. يا الله. يا علي. يا الله. يا علي. شيخنا العزيز المصادر كلها موجودة. هاي تفضل يا علي. يعني علي أفضل من الله. تفضل يا علي. قول يا علي أفضل من الله. يا علي. أحسنت موحد أنت ما شاء الله عليك يا أمير المؤمنين. يا علي. يا علي. أحسنت. يعني علي بن أبي طالب قال سلوني يا علي. يا علي.
عندما فقدوا الإمام علي يا سألوه علي يعني أحسنت ارفع اللايف. أحسنت اي الان واي. وين استدلالك مولانا؟ وين استدلالك؟ مشرك. أحسنت يا علي أحسنت استدلالك وين؟ زيد إشراك. أحسنت يا علي زيد إشراك. المشكلة أنت ما تعرف يا المنادي. على العموم يحتاج لك دورة. أكمل. وين استدلالك مولانا؟ يا علي طيب أحسنت يا مشرك، خلينا نتكلم. طيب تأدب انزل بأدب الحوار. شنو هذا؟ انزل زين، في ليس لك من الأمر شيء. قال وين يا رقم يا أخي قد يا رقم 6804 يا هو قد أو 6805 غير تفهمنا. ليش هو ما كملها؟ الرواية هي نفسها. شو دخلنا ننهيها المسألة يا شيخنا الله يحفظك؟ وينها هسه هي؟ وينها غير نفتهم وينها؟ 1909. شنو 1909؟ شنو 1909؟ وينك 1909؟ انت مو جبتها من البرهان؟ هذا شنو؟ هذا الآن البرهان. يلا خلاص يلا 1900. هاي بابا هاي. يلا إذا أنت أعطيتني صفحة غلط. ليش صفحة غلط؟ اخواننا الاعزاء، لحظة يا أخي، كم واحد يكلمني؟ أنا أكلمك أنت ولا كلمه هو؟ انا راح ارد عليك وارجعك للشيء. لا أنا الآن هو قال لي مصدر خطأ. هذا هو البرهان تفسير. خلاص الجزء الأول. الجزء الأول 686 تفسير. وين خطأ؟ أنا اللي جاي يطلع عندي 687 عندي. يلا لا 86 مش 87. اي تكمله في ال 87. يلا لا أنا ما أبي تكملة، أقرأ من البداية. لا أنا ممكن الآن نرد عليك. لحظة، أنا هنا استدلالي 1909. قال الشيخ عن محمد بن خالد الطيالسي. يلا عمي اكتب. عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن منخل بن جميل، عن جابر بن يزيد قال تلوت على أبي جعفر عليه السلام. ليس لك من الأمر شيء. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حرص أن يكون عليا عليه السلام ولي الأمر من بعده، وذلك الذي عن الله ليس لك من الأمر شيء، وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوض إليه ما حل النبي فهو حلال وما حرم النبي فهو حرام. الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما يقول، حرص أن يكون علي بن أبي طالب ولي الأمر من بعده، لكن الله قال ليس لك من الأمر شيء. يلا كملت الآن. يلا اكتب، لا تقاطع، ما حد قاطعك. اخواننا الاعزاء، من نفس المصدر اللي هو جابه من كتاب البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني. شوفوا في نفس المصدر يقول عن جابر: قلت لأبي عبد الله جعفر عليه السلام قوله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من الأمر شيء. تمام، فسره لي. قال أبو جعفر عليه السلام: لشيء قاله الله ولشيء أراده الله. تمام يا جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على أن يكون عليا عليه السلام من بعده على الناس، وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت له: فما معنى ذلك يا إمامنا المعصوم؟ فسر لنا شنو معنى ذلك. قال: نعم، عني بذلك قول الله لرسوله: ليس لك من الأمر شيء يا محمد، في علي عليه السلام وفي غيره. لما أتلى عليك يا محمد ألم. بابا اهدأ، بابا اهدأ. خطأ، قرأت خطأ. لما لك هاي لما وينها ألم؟ لما ألم. استغفر. يلا اكتب. أتلو عليك يا محمد فيما أنزلت من كتابي إليك. تمام. أيوه. ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شنو ألم حبيبي؟ شنو ألم؟ وين ألم؟ الله أكبر. ليش تقاطع؟ وين ألم؟ وين؟ ليش تقاطع؟ وين ألم؟ قال خلنا ننهيها لك، لأن أنت أدري أنت ضجر.
قال يا حبيبي شنو ألم؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم ألم. شوف اخوان، الان هذا الجاهل ألف لام ميم يا رجل. شوف هاي ألف لام ميم. شنو ألف لام بابا ميم. يلا مو مشكله، يلا مو مشكله. أيوة ألم. يلا خلصي. يعني أخطأت. يلا كتب. لا قل يعني أخطأت. ألم شنو ألم؟ يا عم الرسول عندك كان ينسى الآيات. لا شنو ألم؟ شنو ألم؟ شنو لا في مشكلة، هذا قرآن حبيبي. تمام. ألف لام ميم. الآن أنت مشكلتك الألم ولا الرواية؟ ألف لام ميم أكمل. أحسنت يعني أخطأ. يابا هاي ألم. ماكو يلا مشكلة ألم عزيزي، ماكو مشكلة. يقول ألم شنو؟ أبو علي ألف لام ميم. انحصر شيخنا، انحصر لأن يدرك يقول ألم. يا شيخ عماد بالله عليك أنت الرجل. ألم مدرسة الصحابة. دقيقة واحدة، ماكو مشكلة. فضل. قد يكون الأخ أخطأ، ماكو مشكلة. بس هو مصر يقول ألم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أن يتركوا إلى قوله ألف لام ميم. نعم. قال فوض رسول الله صلى الله عليه وآله الأمر إليه. أي خلص الموضوع. حلو. اقرأ السند. ولك تفسير هذا. كنت منين جبت لنا سند؟ يعني خلاص هذا اللي قبل شيء صحيح؟ لا انت جبت لنا سند؟ لا ايوه قرأت لك السند. نعم الان هذا صحيح؟ هذا صحيح ولا السند؟ ها امام الناس. هذا السند. يلا. مو السند. جيب لنا السند. ها امامك السند. عن محمد. اقرا السند. يلا اقرا السند. عن ابي الخطاب عن محمد بن سنان. اقرا السند. يا رقم هو نفس اللي قراته قبل شوي. 1900. يا هي 1009 لو يا هي 1900. 1900 ايش قد؟ و9 دقيقة. بس حلوة هذه ألم. اقرا السند. يلا اقرا السند. ايه تمام. عن محمد بن خالد الطيالسي ومحمد بن حسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل بن جميل عن جابر بن يزيد قال: تلوت على ابي جعفر عليه السلام هذه الايه من قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء. قال: ان رسول الله صلى الله عليه واله حرص ان يكون عليا ولي الامر من بعده، وذلك الذي عن الله ليس لك من الامر شيء. هذا قرأت لك السند. انت طيب اقرا لي السند تفضل. هي نفس الروايه. هي روايه جابر ولا لا هذه روايه ثانيه. ها روايه جابر ولا لا؟ روايه ثانيه هذه. لك هي روايه جابر يا رجل. روايه ثانيه هذه نقطه. خلصت. انت قرأت الصفحه اللي بعدها. اي هي نفس الروايه. كيف نفس الروايه؟ هذه روايه ثانيه يا رجل. 1909 انا قرأت لك 1907. انت قرأت الصفحه التي بعدها مباشره اللي هي ايش؟ كم رقمها؟ شوف. ها 1911 عن جابر. ليش تدلس على الناس؟ طيب كملت. يعني تدلس انت مدلس؟ طيب كملت. يعني ليست نفس الروايه صح؟ هسه جاوب وكملت. لا لا قل ليست نفس الروايه. كملت. لا قل انت اول شيء ليست نفس الروايه. تفضل. انت ليش ما كملت الروايه؟ كملتها. ابشر. قال ان رسول الله حرص ان يكون لعلي عليه السلام. يكمل. ليس لك من الامر شيء. كمل. ليش هي ما قرأتها؟ وكيف لا يكون له الامر. وكيف لا يكون لك من الامر شيء. هاي يا مدلس. هاي ليش ما كملتها؟ قرأتها قبل شوي. انا قلت لك لا كملها. شنو معناها؟ لا غير موضوع. انت لا نفس الروايه. لحظه انت قلت نفس الروايه صح؟ نهايه 1909. يلا. ايوه. واللي قرأت انت قبل شوي كم؟ رجعت معاك نفس الروايه. لا مش نفس الروايه. لا دقيقه مدرسه. انت مو لا لعبه ثواني. ابو علي تسمحوا لي. ابو علي انت مو قرأت 1909 ولا لا؟ وانت ايش قرأت كم قبل شوي؟ ابو علي. اللي قرأتها الروايه قلت لي انت ارجع معي. اسمع انت قلت لي ارجع معي. رجعت الان معك 1909. ليش ما كملت؟ أيوة أبو علي تسمحوا لي دقيقة مدرسة. أنت الآن دلست. دقيقة. ولا أنت اللي دلست. أنت ليش ما كملت؟ أبو علي بس شيخنا بس ثواني ليش ما كملت؟ لا بس أريد نحلل السند. الآن أنت ذكرت الرواية 1909 صحيح؟ خلي يطلع ترجمة. صحيح مولانا صحيح. نعم يا شيخ عماد. هو قرأ. خلينا نشوف السند. دقيقة واحدة خلينا نشوف السند. ما في إشكال تفضل. جماعة خلينا نشوف السند. تحليل السند. الأول محمد بن خالد الطيالسي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وثقه النجاشي في رجاله ثقة.
خلي نذهب إلى الثاني. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من كبار الثقات من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، ثقة جليل كثير الرواية. محمد بن سنان بذيء اللسان، مختلف فيه بين علماء الرجال، الشيخ المفيد والعلامة الحلي وثقوه، ولكن النجاشي والطوسي تكلما فيه. جيد؟ جيد. لذا يقال فيه ضعف. فيه شنو؟ ايوه فيه شيخ ضعف. عماد، شيخ يعني عماد، ضعيفة. مولانا شيخ عماد، أنا الرواية أقبلها، الرواية صحيحة ما فيها شيء. لا لا لا، محمد بن سنان ضعيف مولانا. يعني أنا خلاص أقبلها مولاي، أنا أقبلها الرواية. أولا هذا التفسير يا خلينا نتكلم ما يصير نضعف به بالثواني. يا شيخ عماد، الحين انت قلت الروايه ضعيفه صح؟ اي ثاني. ممتاز، انا موافقك. طيب اعطنا الان ليس لك من الامر شيء عزيزي ضعيفه بعد، عليش اناقشك اني؟ لا اعطني سبب. الان فيها اثنين، هذا مجهول بي مجهول الحال. خلاص اوكي، شفت هذه الايه ليس لك من الامر شيء، اعطنا تفسير. عزيزي الان هاي الروايه بيها 3 اشخاص. جيد، 3 اشخاص هم مجهولين وضعيفين. ممتاز، انا بعد عليش اناقشك بالايه؟ لا عليش اناقشك العفو بالروايه؟ اعطنا الصحيح. جيد، ليس لك من الامر شيء، اعطنا سبب النزول، تفضل. تمام تفضل. ليس لك من الامر شيء. نعم. يا أبا هاي عندي أنا كل المصادر شيخنا، الرواية ما بها فتشي، الرواية في التفسير ما تضعف. لو سمحت أنا ناقشك أنت شيخ عماد. الرواية في التفسير ما تضعف يا شيخ عماد. شيخ عماد هو ما يعرف يقرأ ألف لام ميم، قال ألم أحاور. أنا أحاور الصحابة، ليش خليني أدوس على راسك؟ شفت يا شيخ عماد؟ شوف، لا تتأدب وتحترم نفسك يا شيخ عماد. أنا أضيف عندك ولا عند الصحابة؟ أنا أضيف عندك يا شيخ عماد ولا على راسك وآس أبو بكر إذا ما تتأدب بالحوار. شوف كيف شوف كيف تجاوز على أبو بكر. تأدب بالحوار وكن محترم. شوف يبي يهرب. شوف يا شيخ عماد، شوف يبي يهرب يا شيخ عماد. شوف احترم نفسك. لو بيك شفت يا شيخ عماد؟ شيخ عماد هذول أنا أعرف لهم، خليه معي. يا شيخ عماد شوف كيف تجاوز يا شيخ عماد. أنت ليش ما كملت الرواية؟ يا شيخ عماد، شيخ عماد أنا ضيف عندك يا شيخ عماد. ليش ما كملت الرواية يا شيخ عماد؟ هل هذا من فضلك يا شيخ عماد أن يتجاوز على أبو بكر وعلى محمد وآل محمد؟ يا شيخ عماد الخبيرة ليش ما كملت الرواية؟ شوف يا ابن الزانية، يا ابن العاهرة، يا ابن الشرموط. الآن أعلمك ليش ما كملت الرواية؟ كمل الرواية. الرواية هي نفس اللي جابها أخوان 1909. ليش ما كملها؟ هاي يلا، ليش ما كملتها؟ وكيف لا يكون له من الأمر شيء. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.